هل كنت تعلم أن ساديو ماني لا يشتري الأشياء الفاخرة رغم ثروته الكبيرة؟ حين سئل ذات مرة عن سبب استخدامه لساعة بسيطة جدا وهاتف محمول شاشته مكسورة رغم امتلاكه أموالا طائلة، أجاب اللاعب السنغالي: ساعتي هدية أعتز بها كثيرا، وهي تعطي نفس الوقت الذي تعطيه الساعات الفاخرة التي يتجاوز سعرها 30,000 يورو، وهاتفي يعمل بشكل جيد فلا حاجة لتغييره حاليا. من لا ينفق أمواله على المظاهر، بل يفضل توجيهها نحو أعمال الخير في بلده الحبيب السنغال. وأضاف: سأشعر بالذنب إذا عشت في رفاهية، بينما أرى أهلي في مدينتي يعانون ويعيشون في ظروف صعبة. بالنسبة له، هذه الأعمال الخيرية تمنحه شعورا بالثراء الحقيقي أكثر من أي ماركة أو قطعة فاخرة يمكن أن يقتنيها. ساديو ماني يعطي درسا قويا في التواضع والكرم. إنه من أكرم اللاعبين وأكثرهم إنسانية في الوقت الحالي، فليس كل اللاعبين يشبهونه، فبعضهم يحب الظهور وعيش حياة فارهة. لكن هل في ذلك خطأ؟ أم أن لكل شخص طريقته؟ شاركونا رأيكم.